السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم معكم واحد الفيديو جديد، نتمنى انه يعجبكم. انا اليوم مشيت لعند واحد الصديقه ديالي وغنشارك معكم الطريقه ديال الشبكيه ديالها، ودابا غندوزو للمقادير. بسم الله على بركه الله. كنقدم لكم الصديقه ديالي. مرحبا الناس، كيف بقيتو؟ نتمنى على تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نقدموا الشباكيه. هذا قياس كيلو. عندنا كيلو ديال الدقيق، معلقه ديال النافع ومعلقه كبيره ديال القرفه. نخلطوا النواشف ونزيدوا لهم خماره، ومن الاحسن تغربلوها لحقاش بعض المرات تيكونوا واحد التكتلات من بعد تيعذبوكم. نزيدو شويه غير راس ديال المعلقه ديال الخميره فوريه ولا خميره معجونه. نزيدو قياس كاغيط نتاع زعفران، واللي عنده الزعفران شعره يدير الزعفران واللي شعره. عنده ممكن يديرو. انا هنايا درت زعفران وغادي نعوض بضامه في بلاصه زعفران شعره. يعني دخلات ليا جوج ديال الكيسان. داك الكاس اللي خليتوني تنعجن به ها هو دخلات جوج د الكيسان. كتجي هكذا قاصحه. غادي نقبطوها نزلوها على الطابله. الميكا ما تساعدكش؟ ماشي مشكل، حنا غير باش نقسموها. نقسموها على 4، ممكن نقسموها على 3. المهم على ما بغيتو باش تساعدكم في الخدمه، ما تجيكمش متبقاش طرف واحد غادي تعذبكم. انت غديريها بالمدلك ولا الماكينه؟ الماكينه ضروري، لان المدلك ما تيساعدش بزاف في الخدمه. حيت كاينين بزاف د الناس ما كتكونش عندهم الماكينه، ولكن ماشي مشكل. اللي انا ما فت لي عندوش شاركت معاهم بالمدلك. اوكي، يعني عندهم تجربه. غادي نديرو هاد العجينه هكذا السلوفان. خليوها ترتاح. هي كل ما ارتاحت مزيان كل ما هي تدلك راسها وكتساعدك حتى في الخدمه. تساعدك في الخدمه.
بعد ما غادي ترتاح غادي نرجعو ونكملو وتشوفوا الطريقه كيفاش غادي نشكلوها وكيفاش غادي نشبكوها ان شاء الله. ان شاء الله. ورجعنا البنات من بعد ما مسحتنا العجينه نتاعنا. انا كتشوفوا عندي هنايا كونتيتي كبيره لحقاش كنخدم لي كوموند، داكشي علاش عجنت معكم غير كيلو غير باش تعرفوا كيفاش القياس وصافي. واللي بغات هكذا تخدم فيها ودير حتى هي لي كوموند وبغات القياس ديال عجنه كبيره تخليها لنا في التعليقات ونحطوها لها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نبداو بهذه الطريقه. نطلقوا هكذا العجينه نتاعنا واحد شويه ماشي بزاف، ونديروا لها بحال مسمنه هكذا. هانتوما شوفوا البنات قبيله لاحظتوا انها كانت قاصحه، دابا فاش جلست في ميكا هي دلكات راسها بيدها هكذا على شكل مسمنه. نديروا وحده اخرى هذه الطريقه، احتفظوا بهاد الميكات هكذا. غير شويه حاولوا ديروا الكرات صغيره باش يجيوكم ساهلين في الخدمه، باش يعطوهم ما يعذبوكمش. هادوك البلاستيك الغذائي اللي كنتم حافظوا عليه لحقاش غادي نوليو نغلفوا به، ما عنده لا شي يضيع لنا هكذا ونوليو نحطوها. صافي غتكملي كلشي بنفس الطريقه وغنرجعوا لاول وحده. صافي ان شاء الله. يلا البنات دابا من بعد ما سالينا كاع العجينه اللي عندنا غادي ندوز باش نوريكم الطريقه كيفاش نورقوا. نجيبو نقلك نقلقوها وبالنسبه للعجينه داك القياس اللي عطيتكم هانتوما كتشوفوا معايا ما كتحتاجوا لا انكم ترشوها ولا حتى شي حاجه، لا دقيق لا والو، كتعاونكم كتساعد في الخدمه هكذا. شكلنا على شكل هي الشباكيه اللي كتجي ناجحه وزوينه خاص العجينه ديالها تكون قاصحه، خاص العجينه من الاول ما ترباش خفيفه. داكشي اللي كاين لحقاش الا كانت ما خفيفاش كتعذبنا شي شويه، ماشي غير شويه كتعذبنا بزاف في الخدمه. دابا ملي درنا لها هكذا غادي نقطعوها على شكل اشريطه هكذا، نحطوهم على جنب ندوزو كل واحد غادي نطلقوه هكذا شويه. انا غادي نبدا مع البنات اللي ما عندهمش الماكينه، في الدار، يعني ماشي غير ما عندناش ماكينه اننا ما يمكنش نصوبوا الشباكيه، لا ممكن نصوبوا الشباكيه. هانتوما تنديرو كدا بقاو تقلبوها ما تغفلوش عليها، علاش؟ باش ما تلصق لكمش. خصكم ترقوها مزيان. هي شباكيه دياريه كتكون رقيقه بخلاف على نتاع السوق. بعد ما طلقناها مزيان هانتوما شوفوا كي ولات معايا، شفتوا؟ ها هما صبيعاتي. غادي نجيبوا الجراره نتاعتنا، كاينه هاد الجراره هادي وكاينه هادي. انا غادي نوريكم هادي اسمحوا لي ونوريكم هادي بحال اللي عندي شي مره كتعاوني هاكم
عارفين مع لي كوموند. هادي هكذا، هادو راه متوفرين البنات في السوق، موجودين والثمن جد مناسب. ما ننصحكمش البنات بدوك اللي دايرين 20 درهم وفيهم ليديدات في الالوان. غادي تمشيو تشريو هادي، كاينه ديال لا ماركون وكاينه حتى هادي زوينه، الثمن ديالها 30 درهم. كتجيب لكم الحلوه قياس واحد وكتعاونكم في الخدمه. اما اللي ما عندهاش بحالها ولا ما متوفرهاش حاليا، ما عندهاش، غادي تجيب جراره عاديه هكذا، نقطعو شريط نقسموه على هاد الشكل ونديرو فيه 5 د الاشرطه، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. ندوزو الطريقه ديال التشباك. دابا اي حاجه بسطوها، يعني كلشي ولا مصوفر، كلشي ولا مصوفر. يعني البنات كاملين يقدروا يديروا هادشي اللي تنديرو دابا. غادي نقطوها هكذا، نقلبو جوج على جوج، ونجيبو هاد الواحد اللي بقى لنا هنا نحطوه هنايا ونحلو هكذا. ها هي حلوه ديالنا، شفتوها؟ نعاود معاكم وحده اخرى. هانتوما تنجيب جوج فوق جوج، كتبقى ليا هاد الوحده تنجيبها لهاد القنت الاول ونجمع هاد القنيتات هادو بجوج هكذا، تنقرصهم مزيان باش ما يتحلوا ليش في الزيت. نجيب صبعين نحطو في هاد الحلقه اللي عندي هنا، نحطو ونقلب. ها هي، يعني طريقه سهله وسريعه وعمليه. ها نتوما جوج فوق جوج، بقالنا هاد الشريط نجيبوه لهنا ونعقدو هاد الحلقه. كتكوننا واحد الحلقه هنا، نديرو صبعنا ونجيبو هنا ونقسموهم. ها هما. نتمنى على الله تكون الطريقه واضحه. هانتوما جوج فوق جوج، نجيبو هاد الثالث، واخا يكون رقيق ما تخافوش منه، هكذا ونقرصو ونحلوها، نحلوها هكذا. هانتوما جوج اشرطه، جوج اشرطه، حنا عندنا 5. هاد الواحد تنجيبوه لهنا ونقرصو هكذا. باش تنقرصو تنهزوه عندنا هاد الحلقه هادي، نقلبو الحلوه، وهاد الجوج نحلوهم ونقرصو هنا بالجناب. وبالنسبه للبنات اللي عندهم الماكينه، غادي نطلقوها على هاد الشكل. وشفتوا باش تكون عندكم خدمه بزايد بحال دابا انا لي كوموند ما تنطلقش غير وحده، تنطلق بزاف ديال الاشرطه بحال هكذا على هاد الشكل. تنقسمهم باش ما يعذبونيش في الخدمه، نحطهم على جنب وندوز للماكينه تاعتي. الماكينه انا عندي فيها 8 ديال الفجوات، كنخليها في رقم، يعني رقم 6، كتبقى هنا 7 8 كيبقاو جوج للور. بالنسبه للبنات اللي عندهم ماكينه فيها الارقام، راه يمكن لكم دوزوها في ارق رقم عندكم ولا اللي قبل منه. بسم الله تندخلوها خرجتنا الورقه نتاعنا. نتوما شوفوا معايا الرقه ديالها، بحال هكذا.
ونجيبو لاله الحادقه ديالتنا نبركو وندوزو. ساهله مهله بلا ما تشبكي بلا ما تخدمي. هكذا نحيدو الفائض اللي تيشيط لينا ديال العجين. باش تلقاو شي بلاصه ما دازتش فيها مزيان عاودوا عليها نتوما بالجراره. والتشبيكه خلاص بحال الطريقه الاولى، جوج هاد الوحده تنجيبوها تنقرصوها هنا هكذا وتنهزو ونقلبو. والطريقه ديال التشباك البنات بحال الطريقه الاولى اللي وريتكم، غير هذه الفرق عجينه خارجه بالماكينه. شوفوا شحال رقيقه. هاد تنجيبو هذا فوق هاد الجوج الاولين نقرصو ونديرو صبعنا في ديك الحلقه ونقلبو. ها هي الشباكيه ديالتنا واجده، وهذه التشبيكه. ومن بعد ندوزو للقلي ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوزو من بعد ما طوينا الشباكيه نتاعتنا غادي ندوزو نقليبها. انا غير بغيت نشارك معكم اليوم القلي باش تعرفوا كيفاش. اما هي نورمالمون خصها حتى تنشف مزيان، يعني خليوها تبات. كل ما نشفات كل ما كتسترد كل مزيان. ما نشفت كل ما احسن، كتساعدك في الخدمه. ومن بعد ان شاء الله فاش غادي تقلى غادي نوريكم كيفاش. هانتوما البنات شوفوا فاش تلوحوا الشبكيه نتاعتنا كي كتنفخ هكذا، كنخليوها كتنفخ على خاطرها حتى تتحمر من التحت، عاد تنقلبوها هكذا باش تشد في راسها مزيان. فاش توصل لهاد المرحله تنبداو نقلبوها. هانتوما شفتوا صافي تتبدا تقلب، تكون كامله تحمرات لنا من التحت. يعني راه الشباكيه ماشي بحالها بحال البريوات وداك الشيء الاخر. الشباكيه تتبغي حتى تحمر من التحت عاد نبداو نقلبوها هكذا باش تجينا حتى هي لوين واحد هكذا. وشنو كتقليها على المهل ولا البوطه مجهده؟ لا على المهل. على المهل. يعني غير تسخن الزيت كتنقصي. تتكون الزيت سخونه، المهم نار متوسطه، ما تكونش مجهده ما تكونش عاوتاني ناقصه. ماشي ديك العافيه اللي غادي تخطف لنا الحاجه وتجينا معجنه وعاوتاني ماشي ناقصه كاع ميته متقاده. اييه. وهانتوما البنات الا كتلاحظوا معايا باش تعرفوا ان الشباكيه ديالتكم مزيانه، هانتوما شوفوا دوك البويقات كيتكونوا، هذوك هما اللي كيعمروا من بعد بالعسل. وشكون اللي كيخليهم يجيو هكذاك؟ هي ديك التوريقه الاولى اللي تنديروا لها بحال المسمنه، هذيك هي اللي كتخليهم يجيو مفقعين. باش توصل لهاد المرحله صافي هانتوما شفتوا فيها لوين واحد، نحيدوها من الزيت صفيوها ونديروها مباشره في العسل البارد. وبالصحه والراحه. ومن بعد نشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه. واخا العسل بارد يعني هي السخونيه ديالها هي السخونيه ديالها، وحنا غادي نعاونوها عاوتاني بمعلقه غادي نطلعوا العسل من التحت للفوق. وهذه الشباكيه ديالنا من بعد ما طابت درنا لها الزنجلان وبالصحه والراحه.